مساء الخير. كويسين الحمد لله. يا ابني يا ابني بنتكلم لسه بنتكلم لسه. وطبعا يعني اكيد الطرائف والظرائف اللي بتمر بينا في حياتنا بتكمل على طول بشكل عادي. يعني بجد اللي ممكن يعيش معانا يوم ده مش هيرجع زي ما كان، يعني هيحصل حاجه، وخصوصا لما تكون الحاجه تخص نوليا او حد من عند نوليا دايما تلاقوا الموضوع مختلف. يعني التقليد عند الشراء. فنوليا هنعيش معاها تجربه سريعه كده. احفينا بالموضوع. انا مش عارفه قلت لكم ولا لا، بس انا قلت لمريم ماما ما بتفهمش اي لهجه عربيه الا المصري. ففي مره كنا في لبنان وبعدين قامت قايله يعني جوز صاحبتها بيوصلنا للمطار، فقال لها والله يا مدام صفاء المره الجايه ما في اوتيلات، لازم تيجي عنا. ماما هزت راسها قالت له ايه وما اعرفش ايه بتاع، وركبنا الطياره. بعدين ماما بصت فيا كده وقالت لي بس احنا جينا لبنان كتير ما اعرفش عنا دي فين. والله لا افتكرها اسم مدينه. لا هي بتقول لي انا رحت جونيا ورحت بس عنا دي انا ما اعرفش هي فين. قلت لها ماما عنا مش في جونيا ولا ده عندنا. دي عندنا. يعني قطعتها من يومها بقى. سامحيني يا ماما فضحتك عليها. لا خلاص فضحتيها يا ماما يا حبيبتي. وبعدين انا مش عايزه اتكلم عشان بحب طنط برضو، كنت عايزه اقول يبقى مش غريبه نوليا طالعه عيب بقى اعك كده جامد بلاش. معاكم مشاهدينا زي ما تعودنا في كل حلقه طبعا بيكون معانا مواضيع مختلفه، بس قبل ما نبتدي معاكم المواضيع بنستقبل ضيفنا. الحقيقه احنا النهارده معانا اسم كبير، قمه من قمم الفن مش بس في سوريا لكن في الوطن العربي كله، خبره حياتيه وفنيه كبيره جدا. وانا الحقيقه كان ليا شرف ان انا التقيت بيها وقعدت معاها يومين في دبي لما كانت موجوده هنا يعني في شهر تقريبا 6، واكتشفت على قد ما هي فنانه كبيره وقيمه حقيقيه ويعني كبيره جوه وبره، الا انه كمان اكتشفت فيها حد بسيط جدا متواضع جدا. بقيت حاسه ان هي في مقام مامتي بس كمان صاحبتي اللي عماله اتكلم معاها. مهما قلت تقديمات عنها مش هعرف اديها اكبر من اسمها لان اسمها لوحده بيكفي التقديمه دي. النهارده معانا الفنانه الكبيره منى واصف. كمان ان هي كانت مستغربه انه هتيجي سوالفنا حلوه، ازاي هتيجي سوالفنا حلوه، وعماله تقولي مش هعرف افوت في وسطيكوا بس هتفوتي في وسطيكوا. شوف اول كل شكرا على هذا الاستقبال الحلو. شكرا على هذا التقديم الحلو. والله ده حاجه قد كده. شيء ثاني لاني انا شايفه سوالفنا حلوه وقلت لها كلهم صغار وشباب وحلوين، انا شو بجاي اعمل؟ قالت لي يمكن تمشي معنا، يمكن تحبينا. قلت لها بحبكم. قالت لي يمكن ما تحسي حالك انك كبيره. على كل حال يعني بجوز الفنان بيتخيل كثير، ممكن يحس احيانا انه هو طفل. رجعوني مو للطفوله للشباب، انا قبلان. هو الشباب اصلا الشباب وقت ما كنا موجودين في حفل مؤسسة دبي للإعلام وقابلت أنا طبعا بعرف ست منى يعني من على الكاميرا وقد إيه اسم كبير فنيا، ومش بس زي ما قلت مش بس في سوريا عربيا. قعدت معاها يومين بقيت متأكدة إنه مدام منى لو جت هتبقى إضافة كبيرة جدا جدا لأنه لمست فيها الشقاوة اللي إحنا بنعيشها في كل حلقة، فجيتي وهتتشاقي